كان في حاجه من زمان بتقول عرض نفسك لاكبر كميه ممكنه من العشوائيه تلاقي نفسك بتعمل الامجاد، بس قصده في العشوائيه يعني هو قصده في العشوائيه في شغلك، فاهم؟ المثل ده حرفيا بينطبق على ابي يوسف. بس قبل ما تفكر وتقول لي ابي يوسف عمي ومش عمي وتدخلني في شجره عيله انا ماليش علاقه بيها، انا واحد بعمل ريسيرش عن ارتست معين. لا انا مهم ولا انت مهم، المهم الحاجات اللي انا بشوفها، الارقام، الحاجات اللي موجوده. انا ممكن اكون زعلان ان ابي يوسف الرابر المفضل عندي بينتهي ومتضايق، مش باين عليا. دي الحلقه الثانيه من سلسله الراب. ابي يوسف واحد من اقوى الرابرز في مصر، وعايزك تشيل الكلاون اللي موجود في دماغك حاليا او الفكره اللي انت واخدها عنه، لانه حرفيا اقوى واحد في مصر. لانه واحد كان مهتم بتطوير اغانيه، وانت حتى لو سمعت اغانيه في الوقت بتاعها، يعني لو رحت سمعت اغانيه في 2016 هتعرف ان كان في فرق كبير فشخ ما بينه وبين الرابرز، هتلاقيه معدي بكتير. فانا عاوزك تفكر كده، ايه الحاجه اللي ممكن تخلي رابر موهوب يبقى اسوأ تون صوت ممكن تعدي عليك في يومك؟ بص احنا هنبص بص سريع على كارير ابي يوسف عشان نفهم ليه كده. ابي يوسف دخل بيفات كتير، منها بيف مع العفريت وبيف مع حمورابي، اللي حرفيا كانوا بيتكلموا في اغبى حاجه ممكن تتكلم عليها وانت رابر اصلا، اللي حرفيا كانوا بيعايروه باكتر حاجه المفروض هم ما يتكلموش عنها، ما يفتحوش بقهم فيها. انت عارف هم كانوا بيتكلموا عن ايه؟ والبيف اللي دخل فيها دي مع العفريت ومع حمورابي كانت نقطة تحول في كاريره، مش عشان هم قويين ولا كانوا مشهورين، بس ان انت تقدم جودة في بيف، لا انت هتتشهر، لان كده كده البيف فيه عيون كتير عليها، الناس تحب المشاكل زي يعني. ومن ساعة البيفات دي وابي يوسف تعرف في كوميونتي الراب، وبدأ يتسمع اكتر واكتر في مصر لما دخل بيف مع دراجون هيل. حرفيا ليترلي قدم له كاريره على طبق من ده، مش عشان هو قوي ولا حاجة، بس قلنا عشان البيفات. وعايزك تفهم حاجة، مفيش حد دخل بيف مع ابي يوسف كان اقوى منه فنيا لغايه دلوقتي على الاقل. ابي يوسف استغل النقطات دي كلها وراح عمل البوم واحد اللي فعلا عمل جو مستحيل رابر في الوقت ده او دلوقتي يقدر يعمل حاجه بالكواليتي دي، ومن غير شركه انتاج، من غير فلوس دعايه. الالبوم نزل على اليوتيوب ولا الساوند كلاود، كانش حد حرفيا عمل له اعلانات، انت متخيل؟ وفي نفس السنه دي في اخرها ابي يوسف نزل اغنيه مع شعبان عبد الرحيم، دي كانت حاجه روشه فشخ. ان في رابر يعمل تراك مع مغني مهرجانات دي حاجه اسطوريه الصراحه تحسب له. بعد كده بقى واخد الصراحه، ومن هنا ظهر اسمه وبقى كل الناس بتسمعه في مصر. بعد فتره من السنجلز مع رابرز لسه طالعين جداد، مش عارف ويجز ومروان الناس كده ما حد سمع عنهم، ابي يوسف نزل البوم تمام هو اسمه كده. والالبوم ده انا فاكر ان هو كان حاجه ايبك فشخ، هو شاله دلوقتي من على اليوتيوب، بس انا فاكر ان هو كان حاجه ايبك. الراجل يعني ما شاء الله كان كل ما ينزل البوم شهرته بتزيد اكتر، لحد في نفس السنه اللي نزل فيها البوم تمام نزل اشهر اغنيه نزلها في حياته لغايه النهارده، وهي باشا اعتمد. يعني باشا اعتمد دخلت الترند في اول يوم ليها. وانا عايزك تحط في حسابك كده لو انت لسه عارف الفن ده قريب او الراب قريب، لما رابر صور كليب بتليفون موبايله في 2019 من غير شركه انتاج ومع ابو الانوار ويدخل بيه الترند، فده انت لا قويه جدا من الاخر. طب ما الراجل كاريره زي الفل اهو، وعمل حاجات ما حدش عملها يعني، ومش عارف طلع ترند في وقت الراب كان في اندر جراوند. امال ليه الواحد ما بقاش طايق يسمع الخرا اللي بتقدم دلوقتي؟ بكل بساطه بص هنخرج عن ابي يوسف شويه عشان افهمك النقطه. الرابرز نوعين، في نوع تسويقي وفي نوع فنان بجد. نوع التسويق ده هو الغالب في مصر حاليا، يعني كل الرابرز بيحبوا يعملوا تسويق لنفسهم واغاني تسويقيه ما فيهاش اي جوده. ما علينا. النوع الاول زي ما قلنا التسويق كمثال هناخد للزاني اكس، والنوع الثاني الفنان هناخد جي كول. النوع الاول حرفيا مش مهتم لاي حاجه في الدنيا غير ان هو يجيب فيوز والناس كلها تسمعه، حتى لو هيطلع بالبوس في الكليبات بتاعته، وده ليتر اللي عمله. والنوع التاني عنده رساله عاوز يكلمك فيها، وبيكون مهتم اكتر بجوده الاغاني اللي بيقدمها، اللي هي لازم اتكلم في موضوع مهم، او لازم اناقش قضيه معينه، او لازم على الاقل اقدم حاجه انت تستمتع وانت بتسمعها. تحس طالع من مكتبه اسكندريه. بس الصراحه يعني انا بميل ليهم اكتر، فانا ده ميولي دلوقتي. وطبعا انت بنسبه كبيره مش عارف جي كول، بس عارف للزاني اكس بنسبه كبيره، يعني انت لو عارفهم ما شاء الله عليك ما شاء الله. عشان ابسطها لك اكتر، مين انضف في وجهه نظرك؟ حمدي ووفاء والناس بتوع الطبخ، ولا يوتيوبر زي محمود اسماعيل مثلا؟ مين انضف؟ اكيد محمود اسماعيل. انت لو قلت حمدي ووفاء انت محتاج تتعالج، انت عندك ضعف جدا.
كده. فهمت الفكره؟ تشوف بقى التانيين بتوع الترند دولت اللي هو حمدي ووفاء وبتوع الطبخ والناس دي فيوزهم عامله ازاي، وبص فيوز محمود اسماعيل عامله ازاي، فاهم؟ ما انا هكون فهمت الفكره. نرجع بقى لابو يوسف. ابو يوسف كان نوع بين البنين، هو لا رابر تسويقي ولا هو رابر فنان، فاهم؟ اللي هو مش هيقدم لك فن بحت، مش هو فنان عشان فاهم، هو فنان بس مش هيقدم لك فن بحت، هو عايز يعمل حاجات تسويقيه. فهو ده اللي خلاه في فجوه كبيره ما بين دماغ المستمع بتاعه والفن اللي هو بيقدمه. يعني مثلا المستمع جاي له من اغنيه تاج، اكيد مش هيروح يسمع له تراك على بيت بوم باب يعني، فاهم ازاي؟ فده اللي خلاه يجيب ناس كتير فشخ تسمع النوع الاغاني التسويقيه دي، وهو عاوز يقدم لهم فن نظيف. ابي يوسف عايز يقدم لدول فن نظيف. يا اسطى هو انا ما فيش عنصريه ولا حاجه، بس في ناس بتحب تسمع حاجه سريعه، حاجه فيها كلام في الخفيف، ما تروحش تدخله في بوم باب وقصه كانك بالظبط جبت واحد دمياطي وقلت له يشتغل في نظام اي يشتغل بنظام الاي اي. هو انت دخلته في قصه كبيره، هو كل اللي هو عايزه ان هو عايز يحط صوره يخلي البنت تقلع الفوطه اللي هي لابساها بس. فالفن اللي بيسمعه مره مش بيرجع تاني، لان هو سمع الحاجه اللي هو عايزها خلاص، بعد كده بقى ايه ده مش فاهم حاجه، فاهم؟ بس عشان اقول لك على حاجه، مش ده السبب الاساسي، ده سبب بس مش ده السبب القوي. السبب القوي هو ان لامم رابرز حواليه اقل منه جوده بكتير فشخ، وهو راجل هو كراجل في منتصف العمر متخيل ان ابو الانوار ده روش، فبقى لازق لابو الانوار وليه البابا على ان هم دولت اروش حاجه. ده الجيل الجديد، فاهم؟ ابو الانوار ده ممكن يكون اكبر مننا مثلا ب 10 سنين، فللاسف خدوه في رجلهم واحده واحده. واحنا لو بصينا على تركات ابو يوسف الفتره اللي فاتت تلاقيها عباره عن 3 حاجات بس: فيتشر ابو الانوار، للبابا على البيت، فيرس ابو يوسف. ده كده هو دي بقت اسطمبه حرفيا. وخد بالك من حاجه، الفتره اللي هو قعد فيها مع الرابرز دولت ما كانتش فنيا سيئه، كانت كويسه الى حد ما، بس الفان دايما بيحب الاختلاف كده، فاهم؟ اللي هو يتفرج على ابي يوسف مثلا كليب مختلف مع فيتشر مع حد مختلف. حرفيا ابي يوسف لما عمل فيتشر مع مروان بابلو الدنيا اتقلبت، الناس كلها كانت مستنياه. ما بالك بقى لو كان عمله فعلا، ده كان اسمه هيروح في حته تانية. وده بسبب ان هو عامل المكسيك الليبل بتاعه وما يقدرش يخرج براه عشان دول صحابه. هنا بقى النقطة الفاصلة. انت لو بتعمل شغل، اهم حاجة عشان تنجح في الشغل بتاعك ده لازم تبعد صحابك عنها وتبعد عاطفتك عن الشغل، تشتغل بعقل عشان تنجح. والا لو هتحكم بقى، لا ده صاحبي تعالى، لا ده مش عارف اخويا تعالى، ده ابن عمتي، لا ده شقيقي، هتنزل بيهم، هتنزل بالشغل بتاعك ايا يكن هو ايه. ما اتكلمتش عن النقطه الاهم في شغل اي رابر في السين او اي رابر في العالم، وهي الكليبات. رابر زي مروان بابلو ومروان موسى دولت حرفيا سمعوا حرفيا بالكليبات بتاعتهم، اتشهروا بيها بس لان الاتنين بيعملوا كليبات قويه جدا. في نفس الوقت ده ابو يوسف بيجامل حسن خورشيد وبيعمل له كليبات زي الزفت. يعني انا عايزك تقنعني ايه ده، ايه ده كليب، ده يعني ده كليب رابر. في نفس الوقت ده حرفيا كان نازل مروان موسى نازل بالشيراتون، وانت شايف الفرق. مروان موسى كان بيصور بره في مش فاكر بيقول السويد ولا مش فاكر فين، ابو يوسف كان بيصور في شقه بيتهم. المهم انا مهتم بنجاح ابو يوسف فشخ، واتمنى ان هو يبعد عن الرابرز دول، لان هم فعلا هم بيفشخوه، وهم حرفيا اللي موقفين ان هو يبقى اقوى رابر جه في تاريخ مصر. وبس كده. انا عاوزك برضو يعني لو عملت سبسكرايب للقناه خير، ما عملت سبسكرايب مش انا ما سالتش، مش هسال. زي ما قلنا في اول فيديو ان انا مش بتكلم عن الراب كتير، ودي مش دي حاجه نادره في القناه. انا ممكن القناه من ساعه ما بداتها ما اتكلمش على فيديوهين، فما تستناش مني فيديوهات راب تانية غير السلسله دي هتنتهي وخلاص. يعني مش هنزل راب كتير عشان بس ما تزهقوش، وايه ننوع اكتر زي ما قلنا من شويه كده، من التنويع حاجه حلوه للفان. استنوا اونلي فانز، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.